هنا بقى مديني مسألة بالشكل اللي قدامي كده، دايرة كهربية، وعايزني برضو اختزل الدايرة الكهربية دي او اجيب المقاومة المكافئة اللي هي R equivalent او R داش او R equal. كويس. طيب اول لما هبص لي الدايرة واضح جدا ان التلاتة والاتنين في حالة تتابع. ما هو لو التيار مشى او الاربعة والاتنين في حالة تتابع، ما هو التيار لو مشى في الاربعة هيفضل ماشي لحد كمان ما يمشي في الاتنين، يعني مشى في الاربعة والاتنين من غير ما يتجزأ. يبقى اقدر اشيل الاربعة والاتنين واحط مقاومة واحدة مكافئة بمجموعهم اللي هو 4 و2 اللي هو ب6 اوم، واكمل دايرتي عادي جدا. وادي عندي هنا كمان 6 اوم زي ما احنا شايفين، وعندي هنا 3 اوم وهنا 6 اوم، وبره هنا عندي 3 اوم. طبعا انت لما ترسم المسألة ترسمها مظبوط عشان انا بس مش مالك ايديا دلوقتي. كويس. يبقى انا دلوقتي بقى عندي الشكل ده لما خدت ال6 وال4 في حالة توالي مع بعض. طيب ما هو ال6 و6 توازي، امسك طرف كل واحدة، ادي ده هو اكس وده هو واي، ما هو ده هو كمان اكس اهو وده هو كمان كده واي، يعني الاتنين دول التوازي. خلاص عرفنا بقى وحفظنا الحاجات دي من كتر الحل في المسائل اللي فاتت. يبقى 6 و6 اشيلهم واحط مقاومة بحاصل ضربهم على مجموعهم او قيمة الواحدة على عددهم، 6 على 2 ب 3 اوم. تمام. وعندي هنا 3 اللي هي ده زي ما احنا شايفين، وعندي هنا 3، وعندي هنا 6 زي ما احنا شايفين، وعندي هنا 3. كويس. او دي 6. كويس. طيب دلوقتي انا واضح جدا برضو ان ال3 وال3 هيكونوا توالي مع بعض. ليه؟ ما انا لو مررت تيار هيمشي في ال3 ويمشي في ال3 من غير ما يتجزأ، يبقى ممكن اشيل ال3 وال3 واحط مقاومة واحدة ب6 اوم. كويس. ادي 6 اوم. تمام. وادي ال3 ده اهي زي ما هي. جميل جدا. وادي عندي 6 اوم. تمام. وادي كمان 6 اوم. طيب انا دلوقتي مش عارف هل في حد متتابع؟ لا، مفيش حد متتابع. ده انا لو مرات التيار هنا هيمشي هيجي هيتجزأ هنا، هيتجزأ كده، هيتجزأ كده، ده لما يمشي كده يجي هنا هيتجزأ، ده مفيش حد توالي خالص. طيب ممكن يكون توازي. تعالى كده امسك المقاومة دي مثلا، حط هنا اكس، حط هنا واي. ده انا لقيت كمان ان المقاومة دي اكس ودي كمان واي اهي، يبقى المقاومة 6 ده هي بين الاكس والواي، والمقاومة 6 ده هي بين الاكس والواي. لا، وكمان المقاومة 6 ده هي بين الاكس والواي، ما ده هو الاكس تاني. الستة والستة والستة هيبقوا توازي مع بعض لان انا فرضت دي اكس وواي. تمام. طالما دي اكس تبقى دي اكس، ده هي واي، ده هي واي زي ما احنا شايفين. لقيت عندي 3 مقاومات بالاكس وواي يبقى نفس الاطراف زي ما احنا شايفين، يبقى الثلاثه دولت توازي مع بعض. يبقى اشيلهم واحط مقاومه واحده مكافئه بقيمه الواحده على عددهم لانهم بيساووا بعض 6 و6 و6، يبقى 6 على عددهم اللي هو 3، 6 على 3 هيديني 2 اوم. وما انساش الثلاثه اللي هنا، يبقى الار داش او الار ايكوال هتساوي 2 و3 هيديني 5 اوم. طبعا انا اكتب الخطوات واشرح بالتفصيل، يعني اقول هنا مثلا R1 داش هيساوي 4 و2 6 اوم، بعد كده اقول R2 داش زي ما احنا شايفين 3 و3 هيديني 6 اوم، وهكذا ابدا اشرح له تحت رسمه كل دايره واكتب العلاقات والقوانين. يبقى انا المساله اللي كانت عندي كانت بسيطه جدا، كان مديني دايره كهربيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا هبدا اطبق منهج او مبدا البحث والاقتناع اللي احنا قايلينه. هبدا ابحث عن مقاومتين توالي ومقاومتين توازي. انا من النظره الاولى للمساله لقيت الاثنين والاربعه، الاثنين والاربعه دولت مستحيل يكونوا توازي، ولكن اكيد هم توالي لان التيار لو مشى في الاربعه هيمشي برضه في الاثنين من غير ما يتجزأ. يبقى اشيل الاربعه والاثنين واحط مقاومه واحده مكافئه بمجموعهم اللي هو 6 اوم زي ما احنا شايفين، وارسم دايرتي عادي. وبعد كده ارجع ابسط الدايره، لقيت الستة والستة ده اهي توازي مع بعض، يبقى اشيلهم واحط مقاومه واحده ب3. كويس. لقيت ان ال3 وال3 دولت متتابعين، ما هو التيار لو مشى في ال3 هيمشي في ال3، يبقى اشيلهم واحط مقاومه واحده بمجموعهم اللي هي 6 اوم. تمام. بقى عندي الستة والستة والستة 3 ستات اهم في حاله توازي مع بعض، اشيلهم واحط مقاومه ب2 والثلاثه زي ما هي، وفي الاخر الاثنين دولت متتابعين توالي مع بعض، التيار لو مش هيمشي كده مش هيتجزأ، يبقى احط مقاومه واحده بمجموعهم اللي هي 3 و2 اللي هي 5
اوم. طبعا انت مع كترة حل المسائل بقى وباختلاف في الافكار والانواع هتتعود بمجرد النظر اول ما عينيك تنزل على المسألة يعني من غير ما تفكر كتير هتعرف دول توالي ولا دول التوازي.